بالمنطق الذي يحاكم به الياس المالكي في حالة اعتقال، المنطق القانوني، وان كاينه محاكمه شعبيه كذلك، بالمنطق القانوني والمنطق الشعبي اللي فيه الياس المالكي خصو الحبس حيت كيخسر الهضره، حيت كيسب، كيتنمر، حيت وهادشي راه كله كاين. حقيقه الياس المالكي كنعرفوها كيف ما كيقولوا، لكن كيف ما كيقول هو خصك تفهم الكونسيبت. لا ندعي ولا ندعو الى تطبيع مع هادشي، ولكن غير بناء على ان الياس غنشدوه غنحاكموه حيتاش كيدير هادي وهادي وهادي وهادي. انا البارح كتبت عليه وكنت مصر نقرا التعليقات. طبعا نقدر نقول 50% 50%. كاين اللي كيتعاطف معاه، كاين اللي كيهاجمه، نخليو اللي يتعاطفوا معاه. اللي كيقول لك يستحق العقاب اغلبهم استعمل القاموس ديال الياس المالكي، دار بحث. اغلبهم استعمل القاموس ديال الياس المالكي، بمعنى الياس المالكي في الستريمات ديالو كيقول لهم يونس، نهضر على راسي، داك الرمضاني، هذاك الصلاع، انت كتدخل مبوق للاستوديو وكتضرب المعجون وهادي وهادي وهادي، والله يعطيك طيط، والله يعطينا هادي طيط. الذين يعارضون الياس المالكي يبررون مواقفهم بالطيط. اذا بهذا المنطق شحال من مغربي ومستعمل للسوشيال ميديا خصو يكون في الحبس؟ اكاد اجزم بانه التامك خاصو يدير دوبلكس في الحبس، خاصو يدير يمكن ناطحات السحب في الحبس باش نقدروا نشدوا كل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيديروا ما يلي: كيسبوا، كيتنمروا، خطابات عنصريه، خطابات ارهابيه. انا كنسول شنو هو الاخطر؟ مع العلم مرة أخرى أنا ضد منطقي إلياس المالكي، غير الفرق بيني وبين الآخرين أنني أتفهمه وأتقبل وجوده وأعترف به بأنه جزء من المجتمع المغربي. أنا كنقول شنو الأخطر؟ واش إلياس المالكي اللي كيقول طيط وهي غير مقبولة، أو لا واحد اللي كيتنشر خبر ديال تفكيك خلية إرهابية كانت غدير لنا الطيط كاملين وكيقول لك كتفلاو علينا، كتضحكوا علينا، كديروا لنا المسرحيات. شكون اللي اخطر على المجتمع؟ الطيط ديال الياس المالكي ولا الطيط ديال هذا النوع من الفكر؟ انا هنا فين عندي الاشكال الكبير. طبعنا مع الاساءات، مع الخطاب العنصري. البنت اللي حيدوا ليها الصايه هي اللي لبست الصايه، اسمح لي، حملوها مسؤوليه. اللي ولات هي الفاعله هي التاركه. من يحفظ حق هاد الناس امام الخطاب العنيف اللي كاين في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي؟ اما الياس راه سطح. انا نقول لك الياس اخطا، لكنه اقل ضررا. ما كنقولش خصو يكون ذاك النوع ديال الخطاب، لا، ولكن هو نتيجه ديال اننا حنا في هذه البلاد لا نعترف بجيل متمرد. عرفتوا امتى كانوا غيتعاطفوا مع الياس المالكي؟ شتي يكون سب مؤسسه من المؤسسات، يكون راه كلهم اللي تلاقاو ذاك النهار، اللي تلاقاو فؤاد عبد المؤمن حدا الكوميساريه، كلهم كانوا وقفوا. عقلتوا على الرابور المعلوم هذاك رجع بطل بين عشيه وضحاها. علاش؟ لانه سب اماره المؤمنين في المغرب وسب الملك وسب المؤسسات. هذوك كنبطلوهم. ولكن الياس العماري بعد جاب لي الياس العماري المفروض. انا كنتكلم بهذه الحرقه. علاش؟ لان كل مره كيقول لك التفاهه كتشجعوا التافهين، كتشجعوا. لا، ما سميتهمش التفاهه. هذوك جزء من بلادك، جزء من مجتمعك، ولدك، باك، اختك، خوك، جارك، كل شيء كيتفرج في داك الشيء او جزء من داك الشيء. اذا الا ما اعترفناش، انا كنشبه التعامل مع هذه الظواهر بما يلي. عقلتوا نهار كانوا الكريانات في اوجهم، اش كانت كدير السلطه؟ كيبنيو صور باش كيدرقوا الكريان وكيصبغوا داك الشيء بالجير بياض، ويقدر كاع الملك يدوز من تما وندرقين الامور. نفس المنطق اللي كنتعاملوا به مع الظواهر الاجتماعيه اللي ماشي انا اللي غنعطيها شرعيتها، راه المجتمع، راه يمكن هي تعطيني شرعيتي. كنحاولوا ندرقوا باش هذاك منحرف، لا هذاك شمكار، لا هذاك طوطو ما عطاش داك الشيء خرج على الشباب كيكمي، ما عطاش داك الشيء الشاربون، لا الاخر كياكل سلو، الاخر ما عطاش كيشم. ايوا واش نديروا اليوم؟ غنهزهم كاملين هذوك الناس ونديهم لشي جزيره ونسدوا عليهم نقولوا لهم اسمحوا لي تترقاو. ولكن اذا كنا نعتقد فعلا بان هاد الناس تافهين ومنحرفين، المفروض اننا نجرب. والله تنسى